حطي الزيت على سلك المواعين، اختراع ما كناش نعرفه قبل كده. يلا بقى لو اول مره تشوفي قناتي حطي لي لايك واشتراك وصلوا على النبي في الكومنتات وقولي لي بتتابعيني من اي بلد. ويلا بينا نبدا فكرتنا. الفيديو مليان افكار هتفيدك في يومياتك. معانا فكره تانية برضو ان احنا لما نحط معجون الاسنان على ملح الطعام هتستفيدي منه في التنظيفات. يلا بقى نبدا باول فكره معانا اننا لما نحط الزيت على سلك المواعين هننفعنا ازاي. هتجيبي كده 4 معالق من الزيت، ممكن تحطي زيت مستعمل، بلاش زيت اللي بنستخدمه طبعا علشان نوفر. استخدمي الزيت اللي انت استعملتيه في قلي اي حاجة وضيفيه في الوصفة دي. ضيفي عليه نص كوباية من اي سائل مواعين عندك، وضيفي كمان معلقة كبيرة من الكربوناتو او ملح الليمون ايا كان عندك. انا ضفت ملح ليمون وكربوناتو. هضيف كمان عليهم نص كوباية من الخل. هقلب بقى الخلطة دي كلها مع بعض كده. هستخدمها في ايه هقولك عليها دلوقتي. هتجيبي بقى السلك وهبتدي ان انا احطه فيها، بس هزود بس عليها شوية مية علشان تفك الصابون معايا. هتقلبي بقى كويس جدا كده. وبعد كده هتجيبي بقى السلك اللي احنا هنستخدمه وهتروحي على اي حوض، سواء حوض المطبخ او الحمام. انا رحت على حوض الحمام كده هستخدمها فيه. هجيب الوصفة اهي حطيت فيها حتة من السلكة وهروح بقى على الحوض. طبعا الحوض بيبقى مليان تكلسات وصابون من كتر ما احنا بنغسل ايدينا، ووشنا مليان حاجات زي ما انت شايفة كده، فلازم تغسليه باستمرار. انا بستخدم الوصفة دي حتى في الخلاطات الحنفيات، وبعد كده بغسلها بتلمع كل الحاجات دي، بتخليه كأنك لسه جايباه جديد ومركباه. حلوة جدا في التنظيف. حوض الحمام، احواض الاستانلس بتاع المطبخ، ينفع كمان الاستانلس بتاع البوتاجاز، بتنضف جدا. كل المكونات اللي احنا حطيناها، الخل كمان بيلمع الاستانلس. جربوها حلوة جدا في التنظيف. وانتي هتشوفي الحوض دلوقتي كان مليان تكلسات وصابون. هتشوفيه دلوقتي بجد نضف جدا بعد ما غسلته، سواء الحوض او الحنفية بقت بتلمع اهو. شايفين بص الحوض والحنفية كمان، وانا بشطفها بس بشوية مية كده. وكمان انا ما بدعكش السلكة دي، كمان سلكة ناعمة مش خشنة خالص. شايفين بصوا النظافة حلوة جدا. الفكرة جربوها، سواء الفكرة دي او الفكرة الجاية. الفكرتين حلوين جدا في التنظيف. بص الحوض بقى بيلمع ازاي، شفت اللمعة اللي بقت في الحوض. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. قلتلك كمان الاستخدامات اللي ممكن تستخدميها فيها هتنضفلك، هترجعلك كل الحاجات اللي انت هتستخدميها فيها كأنك لسه شاريها. يلا بينا على تاني وصفة معايا في الفيديو، والوصفة دي حلوة جدا في التنظيف. حط المعجون الأسنان على ملح الطعام. وصفة حلوة جدا في التنظيف برضو، بس دي بتنظف حاجات كتيرة جدا هقولك عليها دلوقتي. هتجيبي كده معلقتين كبار او 3 معالق كده من ملح الطعام اللي احنا بنستخدمه. هتضيفي عليهم كمان معلقة كبيرة من معجون الأسنان. كده كانت اخر حاجة، اخر معلقة كانت في المعجون انا ضفتها على الملح. زي ما انتم شايفين كده طلعت كل اللي فيه وضفته على الملح. هقلب كويس جدا بقى المعجون مع الملح، وهضيف عليهم كمان ربع كوباية من صابون السائل، صابون المواعين اي نوع عندك، حتى لو نوع مش حلو يعني برضو حطيه، هيساعدك جدا في الوصفة دي. قلبي بقى كل المعجون ده مع بعض كويس جدا لغاية ما هيتكون معاكي معجون دلوقتي. قلبي كويس جدا علشان الملح يدوب. الوصفة دي بجد جبارة. هقولك هتعملي بيها ايه دلوقتي. هتاخدي بقى من الخلطة دي كده معلقتين بس، هحطهم دلوقتي في طبق تاني. هقولك هتعملي بيهم ايه. اهو كده خدت معلقتين من الوصفة دي في طبق تاني كده. هقولك هتعملي بيهم ايه. تمام، حطيت كده هم معلقتين في طبق تاني. هتركني بقى الطبق التاني ده على جنب، وهتجيبي اللي احنا حطينا معلقتين في الطبق. هتحطي عليهم نص ليمونة، حتى لو كانت عندك النص الليمونة دي في باب التلاجة استخدميها برضو. اللي احنا حاطين عليها الليمون دي بقى هتنفعك جدا في الصدى اللي موجود على الهدوم. عندك صدى او بقعة صدى في الملابس، حطي عليها معلقة كده من الخلطة اللي احنا عملناها بالليمون دي. سيبيها 10 دقايق بس، وابتدي ان انت كده ادعكيها او حطيها في الغسالة. هتشلك بقعة الصدى دي.
كمان الصدى اللي موجود على الأحواض، الكتابة اللي على الحيطان أنا استخدمتها معاكي دلوقتي، بجد بتشيل أي حاجة جبارة في التنظيف. سواء الصدى اللي على الحوض برضو تسيبيها 5 دقايق، تحطي عليها شوية كده وتسيبيها 5 دقايق، هتلاقيها شالت الصدى اللي موجود على الحوض أو أي حاجة سبتيها على الحوض ونسيتيه هتقضي عليها. الكتابة اللي موجودة على الحيطان بالشكل ده برضو بتدعكيها كده بسبونشة، حاجة بسيطة جدا وهتلاقيها شالت معاكي كل القلم، سواء فلوماستر جاف رصاص. ده كان قلم بنتي مشخبطة بيه على الحيطة، فعملت لكم الفكرة دي علشان تشوفوها ان هي شالت لي كل الكتابة اللي كانت موجودة على الحيطة، شايفينها؟ وبقت بتلمع كمان، حلوة جدا. جربوا الوصفة دي. هستخدمها في ايه تاني هقولك دلوقتي. شكل الحيطة اهي بعد ما نطفت خالص. ولو عندك كتابة كتير قوي على الحيطة، الوصفة دي مش هتنفع غير في كتابة حاجة بسيطة. انما لو عايزة حاجة كتابة كتيرة قوي على الحيطة، تجيبي صابون برضو ومعجون، بس الفرق هتحطي مية سخنة ومعلقة كربوناتو او بيكنج باودر وتستخدميها بالطريقة دي، هتشيل كل الكتابة اللي موجودة، الكتابة كلها لو كتير هتشيلها. يلا بقى ندخل على الوصفة نفسها اللي احنا سيبناها على جنب. المعلقتين برضو اللي كانوا موجودين في الطبق هتضيفيهم كده، منهم معلقة في برطمان هتحطي فيه المعالق كلها، بتشيل كل الاتساخات اللي موجودة عليها. هتحطيها في برطمان كده علشان تغطيها بالمية. والوصفة دي هتحطي منها معلقة كده وشوية من الصابون السائل اللي انت بتستخدميه، وتمليها كلها ميه من الحنفيه وهتسيبيها على الحوض. لما تخلصي غسيل المواعين تبتدي ان انت تغسليها، هتشوفيها ان هي بقت فيها لمعه وحلوه جدا وما فيهاش اي اتساخات. انا بوريها لك، هي المعالق جواها ما كانتش نظيفه خالص. وبعد الفكره دي، بعد ما بتخلصي المواعين اللي على الحوض، هتلاقي المعالق نطفت يا دوبك هتشطف فيها وخلاص. فكرة حلوة جدا، جربوها برضو في صدى المقصات، بتقضي على الصدى اللي موجود على المقصات بكل سهولة. هتنقعيها فيها برضو 5 دقايق وبتبتدي ان انت تغسلي المقص، مش هتلاقي عليه اي صدى بالفكرة دي. وحتى لو عندك بقعة في تيشيرت ابنك، طبعا الاطفال احنا عارفين ان هو بيوسخوا هدومهم، برضو هتحطي معلقة من الوصفة دي، بس هتزودي عليهم معلقة من الكلوركس الوان طبعا من غير ليمون، وبتقضي برضو على البقعة، سواء شوكولاتة مانجا اي بقعة صعبة عندك عنيدة اعملي لها الوصفة دي. اخر فكرة برضو معانا في الفيديو، بالوصفة دي بتغسل الحوض الستانلس حلو جدا، وكمان الستانلس بتاع البوتاجاز بتنضفه بترجعه يلمع تاني، بترش شوية كده في الحوض وبسلكة ناعمة تبتدي ان انت تغسلي الحوض كده. بعد ما بتخلصي المواعين هتسيب لمعة حلوة جدا في الحوض، وبعد كده بتنشفيه بترجعهولك كأنك لسه شارياه. بجد حلوة جدا. وفي الحنفيات وصفة جبارة، استخدموها. اللي بقى قوليلي اي وصفتين عجبتكم من الاتنين. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسينيش بلايك وشير عشان الكل يستفاد، وديلك كده لفة في القناة مليانة حيل وافكار بتفيدك في بيتك وحياتك ومطبخك كمان. بعد ما نضفت الحوض اهو بالسلك كده هفتح عليه اغسله بشوية مية بس من غير اي اضافات تانية، بتخليه بجد يلمع. وهوريك اللمعة اللي هتكون فيه دلوقتي بعد ما غسلته خلاص ومن غير ما نشفه خالص، يا دوبك المية نزلت من الصفاية وبلاقي الحوض يرجع كأني لسه شاريه. بصي اللمعة اللي موجودة في الحوض بجد فظيعة، حلوة جدا. جربوا الوصفة دي، بتستخدميها في حاجات كتيرة زي ما قلتلك، في البقع، في الأقلام اللي مكتوبة على الحيطان من أولادنا طبعا، في الاستانلس. جربوا الوصفتين وهتعجبكم جدا، والسلام عليكم.